السلام عليكم. كتير من الناس بيشتكوا من آلام متكررة في البطن، انتفاخ وغازات، إمساك أو إسهال، أو بيتبدلوا مع بعض، ولما يعملوا تحاليل وفحوصات يلاقوا كل حاجة طبيعية. ساعتها الدكتور يقول لهم أنت عندك قولون عصبي أو التهاب في القولون. طب يعني إيه أصلا التهاب أو تعب القولون؟ القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة، وظيفته يمتص المية وينظم عملية الإخراج. لما يحصل خلل في حركة القولون أو زيادة حساسيته بيظهر التعب في صورة مغص متكرر، انتفاخ، شعور بالامتلاء، إمساك أو إسهال أو الاتنين مع بعض. أحيانا معاهم صداع، توتر، خمول. طيب إيه اللي بيزود المشكلة؟ التوتر والضغط العصبي، أكلات معينة زي البقوليات والأكل المقلي والمشروبات الغازية والكافيين، الأكل بسرعة أو من غير انتظام بسبب كم الهواء اللي بيدخل أثناء الأكل، قلة النوم أو قلة شرب المية. طب إزاي نتحكم فيه ونخفف التعب؟ اهتم تنظم أكلك، كل وجبات صغيرة ومنتظمة، قلل الأطعمة اللي بتزود الانتفاخ زي الكرنب والعدس، اشرب مية كفاية طول اليوم. لازم نتحرك، لازم على الأقل تنزل تتمشى شوية، أو تحرك رايح جاي، أي حركة، أي حركة، مش لازم رياضة بمعنى كلمة، عشان بس نساعد في تحريك الأمعاء. حاول تبعد عن التوتر، دي أهم حاجة. أحيانا الدكتور ممكن يكتب أدوية تقلل التقلصات أو تنظم حركة المعدة، لكن الأساس هو نمط الحياة. لازم تروح للدكتور لو ظهر نزيف في البراز، نقص في وزن ملحوظ من غير سبب، آلام قوية جدا أو متزايدة، قيء متكرر أو حرارة شديدة. في الآخر القولون العصبي مش مرض خطير، هو زيه زي أي مشكلة بسيطة مع الإهمال بتكبر، لكنه محتاج أسلوب حياة صحي وهدوء أعصاب عشان تقلل الأعراض وتعيش براحة. ما تنساش تشترك في القناة عشان توصلك نصائح يومية بسيطة تنقذك من مشاكل صحية شائعة.